بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الفل مع طبق بامية ورغيف عيش طري، مساء الفل مع طبق بامية ورغيف وعيش طري، يعني رغيف مع طبق ورغيف عيش طري. في كلتا الحالات يعني في أي وقت تمشي، الصبح بالليل الظهر تمشي، يعني مش هتقول لأ. يعني كلنا بلا استثناء يعني كلنا بنحب البامية. هنا بقى بنبدأ الفيديو واحنا بنسلق البامية علشان اهي هنخبز ونعمل معاها عيش طري. قلنا بقى ايه يعني نشوف كل الفيديو كده حافل كده ايه يعني يوم ما شاء الله عليه. روتين جامد ومتين، يعني زي ما بقولوا زي ما بدأنا كده بسلق البامية، كنت قبل ما اسلق البامية كنت مشغلة الايه الغسالة وبنغسل. كنا بدأنا كده بقينا في نص الغسيل يعني، وحطيتها تتسلق وقلنا بقى ايه نعمل لها التسبيكة بتاعتها علشان نشوف هنعمل ايه بعدها. زي ما شفتوا معانا في الكبة بصلة كبيرة وكام فص توم كده، هنفرمهم ونركنهم على جنب لان طبعا احنا عايزين مرقة، وانا ما عنديش مرقة او شوربة بمعنى اصح. فقمت جايبه حته دهن كده وقمت حطاها على النار ومهديه عليها خالص، قطعتها حتت صغيره علشان تفك او تسلي وتنزل كل الماده السايله دي. ونقوم جايين نازلين عليها بالبصله والكام فص توم دول ون يعني نقلب قلب قلب كده وايه معلش انا اسف. نسيبهم ياخدوا ويدوا كده مع بعض بشكل ودي لعند ما ياخدوا لون. يعني معلش انا ساعات كده اما كلمه بتلزق في لساني بتفضل في لساني. المهم هنا بقى نزلنا عليهم كان بعصير طماطم فريش، ونسيبهم يتسبكوا لعند ما يوصلوا للمرحله ديت. ونقوم نازلين عليهم بقى طبعا بهارات، فلفل اسود وكمون وكزبره ونيجي نجيب الملح ونظبطه على حسب الرغبه. وكمان نحط معلقة سكر علشان الصلصة، طبعا كلنا عارفين ان بتبقى الصلصة هي دي بقى معلقة السكر. كلنا عارفين يعني ايه مزازة او اللذعة بتاع الصلصة دي. ونقوم جايين بقى مقلبينهم كده مع بعض ونسيبهم برضو ياخدوا مع بعض بشكل ودي، ولعند ما يقربوا ينشفوا خالص او يتسبكوا يعني بمعنى اصح، ننزل عليهم بالبامية اللي احنا كنا سالقينها في اول الفيديو. تمام. هي المهم بقى ان نسيبهم كده مع نفسهم غطي عليهم ونسيبهم لعند ما يتسبكوا برضو او ياخدوا ودوا مع بعض كده، تشرب يعني من الصلصة. وبعد كده بقى نشوف هنزودها المهم طبعا سلفتي كانت في مشوار وانا كنت بغسل وقلنا نخبز. قالت نخبز، قلت لها خلاص، مع ان انا حالي مهدود غسيل وطبيخ ومش عارف المهم لان طبعا كنا برضو مع البامية عاملة بطاطس يعني الاكل البيتي ده. المهم جينا هنا بقى جبنا جبنا حلتنا وجبنا دقيقنا وقلنا هاتي عجين. طبعا دخلنا الدقيق، انا ما بقولش كمية محددة او معيار، كل واحد عارف معيار بيته قد انا وسلفتي اللي طبعا بنعمل سوا زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده. وبنيجي اخر الشغل نقسم، مثلا بنخبز نقسم العيش كل واحدة بالرغيف يعني، واللي عندها عندي او مش هتفرق يعني، لان عيالي بياكلوا قدام الفرن، عيالها مش هتفرق. المهم هي بقى طبعا توهت الدقيق وعجنت نص المسافة. وانا قلت لها طب عنك انت بقى وانا اكمل. فجيت هنا بقى جيت نزلت في العجين، يعني مش نزلت فيه كلي اعجن يعني. المهم جابت الخميرة كانت حطاها فين، كنا حاطين يعني طبق وفيه الخميرة ومعلقتين سكر ومي لعند ما تفحرت زي ما شفتوها كده، وقمنا نازلين على الدقيق او على العجين به. طبعا احنا بنعجن فيه مدة طويلة ليه؟ لان عشان نبرز فيه مادة الجلوتين اللي هي بتعمل إيه اللي المطة اللي احنا بنقول عليها دي، او يعني العجين ما يتقطعش، او بنربي له عرق زي ما بنقول كده. لان في الغلة برضو الغلة بتاعتنا دي ملهاش عرق، فاحنا بنحاول هي عامة لها ملهاش لازم العيش او المخبوزات تتخدم كويس يعني تتعجن كتير بمعنى اصح.
هي في مخبوزات مش كده، بس لا يعني اغلبها لازم يتعجن صح كده، علشان زي ما قلت لكم كده نبرز مادة الجلوتين دي فيه. وبالمناسبة يعني دي من من الغلة اللي انتوا كنتوا شفتوها. هي المهم قعدنا بقى نعجن هنا، وكانت سلفتي زي ما قلت لكم كده اخدت نص شوط العجين وانا خدت النص. هي الغله ديت او الدقيق بتاعنا ده مش هن مش هنمرقه، يعني مش هنخليه سايب كده في العجين، لان زي ما قلت لكم هي بتسيح. غلتنا دي سياح. احنا بنقول الفلاحين يعني بنقول عليها سياح. المهم لازم بقى يعني نحاول نتحكم في مقدار المية في الاخر، علشان ما تبص مننا ساعة ما نيجي نخبز، لان لو جت مقدار المية زاد عليها هتقوم جايه بقى عصطواني، ما نعرفش نشتغلها بمعنى اصح. هنا بقى سلفتي كانت شافتها وقالت يعني برضو حطت ايدها وعجنت شوط وقالت كده بقت حلو، وغطينا عليها العند ما خمرت، وقامت جايه واخداها وقامت نازله تحت عند حماتي تقرص. هي طبيعي اللي بتقرص وترح وكده، هتشوفوا معايا يعني في الفيديو. انا لسه ما كنتش خلصت غسيل، يعني كنت بشطف في الغسيل، قلت علشان يعني ما انزلش واطلع حالي يتهد. هنشرهم امرهم سهل بعد ما بعد ما اخلص خبيز. والله العظيم يعني ما تنسوش بقى تدعوا لي، اقول دعوه كده عن ظهر غيب، يعني وتحطوا لي لايك حلو كده، واللي بيشوفني لاول مره وما اشتركش يدخل يشترك، علشان يعني التعب ده. المهم لاني طلعت يومها طلعت برضو نشرت الهدوم، وجي كمان كانت الكهرباء اجت عملت الدنيئه معايا وقطعت. إيه هنا بقى كانت سلفتي زي ما خلصت كده للتقريص زي ما شايفين، يجوا صينيتين حلوين، وبقيتهم 5 ترغيف على الصينية التالتة، يعني ما شاء الله حبة حلوين يعني. احنا بقى جبناهم وخبزناهم وقمنا جايين، اللي كل شيء قدام الفرن واللي عمل حاجة. المهم سلفتي خلصت ايه التقريص او تشكيل العجينة، وراحت تربط الانبوبة حلوة الانبوبة دي. المهم راحت تربط الانبوبة على على الفرن، علشان طبعا نولع ونخبز، نبدأ خبز يعني. عما ربنا ييسر لنا كده ويبقى لنا حتة تفضل انبوبتنا مربوطة على الفرن على طول باستمرار. ادعوا لنا، ادعوا لنا ربنا ييسر لنا ونبقى لنا حتة، اللهم امين. المهم هنا بقى سلفتي هي اللي بترح برضو زي ما قلت لكم، لان هي اللي مولوده في العيش ده يعني متربيه فيه، فهي بترح على مطرحتين. المطرحه الاولانيه بتشتغل من عصطانيه وتفرده حبه صغار، لان طبعا بيبقى تحته رده كتير، وتنقله على التانية برضو تفرد عليه علشان توسع وتنفض الرده من تحتها. ويعني انا ما كملتلكوش بقيت فيديو الخبيز، علشان احنا كنا هنا بقى يعني في الوقت الضيع، وكنا بقينا بالليل وخلاص. كملنا الخبيز وطلعنا بقى لمينا العيش جري جري وطلعنا كلنا، لان كنا قاطعين من الجوع بصراحة. وكان شكل العيش كده يعني شكله يفرح، مع بقى طبعا بامية وبطاطس، والعيش هو ساخن يعني بيبقى اكل تاني.